عارفين ساعات كتير قوي بنقعد نشتغل على نفسنا من ناحية مثلا الشكل الخارجي أو إن الواحد يروح الجيم أو إن الواحد يطور من مهاراته. بس بننسى حاجة مهمة جدا، يعني من غيرها كل اللي احنا بنعمله ده ممكن ان هو اصلا ما يتشافش، واللي هي ان الواحد يبقى عنده كاريزما بتفتح لك ابواب في خلال ثواني، وهي اللي من خلالها بعد كده الناس بتكتشف بقية الحاجات اللي عندنا. عارفين كده لما يبقى فيه الشخص اللي هو اول ما يدخل الأوضة كل الناس تركز معاه؟ هو ده الشخص الكاريزما ولا هي جينات ولا هي حظ، هي من الآخر مهارة عادي جدا ممكن تتعلموها زيها زي بقية الحاجات. لأنه ممكن يبقى في ناس كتير أقل منكوا ذكاء وأقل منكوا علم، بس بالكاريزما اللي عندهم بياخدوا مكانكوا على طول، وده لأن الناس بتتشد ليهم وبتحب إن هي تسمع لهم وبيفتحوا لهم مساحات. فأنا بقى في الفيديو ده هقول لكم بخطوات عملية تقدروا إن انتوا تعملوها ازاي ان انتوا تحسنوا من الكاريزما بتاعتكم. اهم حاجه تكملوا الفيديو للاخر لانه هيبقى فيه جزء فيه خطوات تقدروا ان انتوا فعلا تتمرنوا عليها وتقدروا ان انتوا تعملوها من اول ما تشوفوا الفيديو ده. طب هي ايه اصلا الكاريزما دي؟ الكاريزما عباره عن مجموعه حاجات مع بعض، منها الذكاء العاطفي، منها الذكاء عموما، منها خفة الدم، منها الشكل الكويس. بس ده مجرد جزء منها، ممكن يبقى عندكم وممكن يبقى ما عندكوش، بس ليها بقى خطوات تانية دي عادي ممكن أي حد إن هو يقدر يعملها علشان يحسن من الكاريزما بتاعته. في كتاب اسمه The Charisma Myth بيقول لكم إن الكاريزما دي بتتكون من 3 عناصر أساسية: الحضور، ومعناها إن انتوا تبقوا حاضرين مش بس جسديا بس بروحكم بمخكم، يبقى عندكم حضور فعلي واللي هو بيتسمى بالactive listening، أو إن انتوا تبقوا مديين للشخص اللي بيتكلم معاكوا أو اللي انتوا بتكلموه كل التركيز بتاعكم. تاني نقطة وهي القوة، وهي ان انتوا تبقوا عارفين انتوا بتعملوا ايه، ودي بتيجي بقى من خبرات ومذاكرة، وهي دي الحاجات اللي هي بتديكوا ثقة بالنفس. وتالت نقطة وهي الدفء، وهي ان الناس تحس بالأمان ناحيتكم، ما تحسش ان انتوا عشان انتوا شخص ذكي او دمه خفيف او عنده معلومات او كده ان انتوا هتتنمروا عليهم. بالعكس، لازم تديهم احساس الدفء، ان انتوا المميزات اللي عندكم دي انتوا هتساعدوهم بيها مش هتستخدموها ضدهم. فافتكروا المعادلة دي كويس: الحضور، القوة، الدفء. 3 نقط. قبل ما ندخل على الخطوات العملية عايزة كمان أتكلم معاكم هي ليه كمان الكاريزما مهمة جدا. أولا، جزء كبير من انطباع الناس اللي بيتكون عنكم بيتكون في أول 10 ثواني، وده كله بيعتمد على الكاريزما. تاني حاجة، الكاريزما بتفتح لكم علاقات مهمة جدا، ممكن تبقى علاقات صداقات بس هتفيدكم في حياتكم، ممكن تبقى علاقات شغل، ممكن يبقى حتى انترفيو شغل انتوا بتحاولوا ان انتوا تاخدوه بسبب الكاريزما. لانه اماكن كتير لما بتيجي تعين مش بتعين بس على اساس الخبرة، لا هي كمان بتبص على الشخص اللي قدامها، الذكاء بتاعه بشكل عام، حركاته بشكل عام، هل هو هيبقى مناسب في بيئة العمل مع بقية الناس اللي شغالة، ولا هيبقى فيه كونفليكت بينهم بسبب حاجات كتير مختلفة عن بعض في شخصياتهم وفي الباك جراوند بتاعتهم. وكمان بتديكوا قيادة، ان انتوا لو شخص بيحب ان انتوا يبقى ليدر او عنده قوة الناس هتثق فيكوا اكتر. ونقطة كمان مهمة جدا بتعملها الكاريزما وهي الاقناع، ان انتوا بيبقوا الكاريزما بتساعدكوا جدا ان انتوا بتقنعوا اللي قدامكوا باي حاجة انتوا عايزينها، فسواء بقى بتقنعوا عيلتكوا، صحابكوا، جوازاتكوا، مديرينكوا. الكاريزما عموما بتساعدك ان الناس تثق فيك وكمان تتقبل رأيك، فحتى لو انت كمان بتحاول ان انتوا تقنعوا حد بحاجة الناس هتسمع منكم اكتر، حتى لو هم ما كانوش مقتنعين بالحاجة دي في الاول، ممكن ان هم يغيروا رأيهم لان هم بيثقوا في رأيك بسبب الكاريزما. عارفين مثلا لما يبقى في مثلا موقف في البيت او في الشغل او حاجة وعايزين تقنعوا حد بحاجة بس مش عايزين تروحوا يعني تقولوها انتوا، لا تروحوا موديين حد تاني عارف ان الشخص اللي انتوا بتحاولوا تقنعوه بيحبه او بيسمع رايه، بدل ما نبعت ناس تانية. احنا عايزين ان انتوا تنموا المهاره دي عندكم عشان تبقوا انتوا الشخص ده. اظن ان انتوا كده فهمتوا الكاريزما، واعتقد ان انا اقنعتكم ان هي مهمه. ندخل بقى على ازاي فعلا نعملها ونطبقها. اول حاجه مهمه جدا هي الحضور. لما تبقوا في اي مكان او حد بيتكلم معاكم لازم تبقوا موجودين بكل ما فيكم، مدين له كل التركيز بتاعكم. فما فيش مثلا اللي هو انتوا مستمعين هو بيقول ايه، انتوا بتحضروا الرد، لازم تعملوا حاجه وتتمرنوا عليها. برضو هعمل لكم فيديو عليها اسمها active listening، وهي ان انتوا تبقوا فعلا بتسمعوا اللي قدامكم بطريقه ان انتوا بتاخدوا منه المعلومات
وبتحللوها عشان ما تديله رد يبقى رد فعلا صح، ما يبقاش الرد اللي انتوا عايزين تقولوه كنتوا محضرين في دماغكم وخلاص. دي اول حاجه بتخلي اللي قدامك يحس ان انت فعلا سمعه، وفي السب كونشس بتاعه او في اللاوعي بتاعه ده اوريدي بيديله احساس انه انت شخص مناسب ان هو يتكلم معاه. تاني حاجه وغلطه بنعملها كتير قوي وهي الموبايل، لان الموبايل في ايدينا على طول، فساعات كتير وحد مثلا مكلمنا يبقى ماسكين موبايل في ايدينا، يجي مثلا نوتيفيكيشن فنبص بس كده عليها بسرعه، حتى لو مش باصين في الموبايل بس نبص بس عليها كده بسرعه، او نبص في الساعه او الكلام ده كله. تفادوا الموضوع ده خالص وحطوا الموبايل بعيد عنكم، يا تسيبوه في اي حته يا اما تحطوه في جيبكم، بس ما تبقوش بتكلموا حد وانتوا ماسكين الموبايل في ايديكم. وفي تمرين حلو قوي ممكن ان انتوا كمان تتمرنوا عليه كده واحده واحده، وهو انه لما حد يخلص كلام ما تبقوش متسرعين في الرد عليه، دايما خدوا ثانيتين او 3 قبل ما تردوا عليه. ده هيديكم انتوا وقت ان انتوا تفكروا في الرد اللي انتوا عايزين تقولوه. وتاني حاجة بيدي مساحة اللي قدامكم يحس ان انتوا فعلا سمعتوا الكلام اللي هو بيقوله. وعلى فكرة دي كلها تمارين علمية مش كلام وخلاص. طيب تاني حاجة بقى مهمة جدا وهي لغة الجسد بتاعنا. دايما خلوا كتافكم مفتوحة. صدقوني الحاجات دي هي هتحسوا انها بسيطة قوي، بس هي بتلعب دور كبير جدا في اللاوعي بتاعكم وبتاع الشخص اللي قدامكم. خلي دايما حركاتكم هادية، ما تتحركوش كتير حتى لو انتوا متوترين، اتعلموا ان انتوا ما تبينوش ده. وتالت حاجه مهمه جدا وهي الاي كونتاكت، وهي ان انتوا تبقوا باصين للشخص اللي قدامكم. ورابع حاجه ما تحسسوهمش ان انتوا مستعجلين، ما تبقوش واقفين كده اللي هو ايه رجل ورا ورجل قدام، كل ما يقولوا حاجه تبقى كأنكم هتمشوا. خليكم كده واقفين ومركزين لحد لما الكلام يخلص خالص. والصوت كمان مهم جدا، خلوا بالكم كل ما يبقى الصوت عالي كل ما بيحسس ان اللي قدامكم ان انتوا مش متاكدين ومش واثقين في نفسكم. زي في الفيلم كده، صوتك العالي دليل على ضعف موقفك. الدراسات بتقول ان الصوت الهادي اللي هو ثابت ده بيدي احساس بالثقة من الناس اللي قدامكم اللي بتسمعكم. فمهم جدا ان انتوا في اخر الجملة نبرة صوتكم ما تبقاش اكنها كمان بتسأل، لا اكنها بتأكد، اكنكم بتقفلوا الجملة. نقطة كمان مهمة وهي الدفء والثقة، ان اللي قدامك يحس ان انت فعلا مهتم بيه ويثق فيك. ودي بتيجي بان انت تبين اللي قدامك ان انت في صفه، حتى لو انت مش في صفه 100%، بس ان انت من الاخر تحط نفسكم مكان الشخص اللي قدامكم. ما تبقوش اللي هو عايزين تدافعوا عن نفسكم او عن شخص تاني بطريقه تحسس اللي قدامكم ان هو بيندم ان هو بيقول لكم على حاجه. انا هنا مش بقول لكم تمثلوا، انا بقول لكم هنا ان انتوا فعلا دايما لما حد يجي يتكلم معاكم دايما تحطوا نفسكم في موقفه وتحاولوا ان انتوا تطلعوا نفسكم بره الموضوع، حتى لو انتوا في الموضوع، وتبصوا عليه من صورة كده من بره، من صورة خارجية، وتحاولوا ان انتوا فعلا تقيموا الموقف وتفهموا الطرفين. وردودكم كمان مهمة جدا، ما تردوش بالردود اللي هي محفوظة. مهم جدا ان انتوا تردوا بإحساس، تردوا بالحاجة فعلا اللي انتوا لو في مكانه هتبقوا عايزين ان هي تتقلكوا او تجيلكوا من الشخص اللي قدامكم، مش الردود اللي هو غالبا كده كده هتبقى الناس عارفاها. والنقطة دي مهمة جدا لان ده بيدي اللي قدامكم احساس بان انتوا فعلا عندكم معرفة، وان انتوا فعلا عندكم خبرة ممكن ان هم يستفيدوا بيها ويثقوا بيها، مش بتقولوا الكلام اللي الناس كلها كده كده بتقوله وخلاص. نقطة بقى كمان مهمة جدا وهي ان انتوا تكونوا authentic او ناس اصليين، حتى بقى لو كان ده بالحلو بالوحش بكل حاجة، بس الناس بتعرف جدا الشخص اللي هو بيكون مزيف. مهم جدا ان انتوا علشان تبقوا شخص واثق في نفسه ان انتوا تبقوا مش بتمثلوا ان انتوا حد تاني، وحتى لو انتوا بتمثلوا في الاول شوية حاجات بحيث ان انتوا تتدربوا عليها، لكن مش لازم ان انا في الاخر ابان ان انا شخص مثالي او شخص كامل، مش ده المهم. المهم ان انا اكون شخص مميز، شخص مفيش منه حد تاني. يعني عادي لو قلت حاجة مثلا وطلعت غلط، عادي جدا ان انتوا تعترفوا صح، لا انا واضح ان انا كنت متلخبطة، او واضح ان انا كنت فاهمة غلط. او مثلا لو عملتوا حاجة طبيعي ان الناس هتضحك عليها، مفيش مشكلة ان انتوا عادي جدا تضحكوا عليها انتوا كمان وتاخدوا الموضوع ببساطة.
الموضوع ملوش اي علاقه خالص بان انتوا كده احترام الذات واحترام النفس والحاجات دي كلها. لا، الموضوع ليه علاقه اكتر بالذكاء العاطفي، وان احنا في موقف مضحك، فسواء بقى انا عملته او غيري عمله، يعني هو الموقف في حد ذاته مضحك. يعني نقطه كمان مهمه جدا وهي الستوري تيلينج او الكلام، ازاي اصلا تتكلموا. يعني مثلا بدل ما تدوا للناس حقائق، ممكن مثلا تقولوا لهم انا في مره حصل معايا موقف، وده بيشد انتباه الناس، لان الناس بتحب ان هي تسمع القصص اكتر من الحقائق. ودي حاجه على فكره عادي جدا ان انتوا تتمرنوا عليها قدام المرايه. اي حد شخص هيطلع يقول خطاب او هيطلع يعمل برزنتيشن او الحاجات دي كلها، انا عارفه ان انتوا بتشوفوا اللي هو المنتج الاخير، اللي هو الشخص ده واضح ان هو واثق في نفسه. بس معظم الناس دي عادي جدا بتتدرب قبلها، بتكتب الكلام وبتتدرب قبلها. ممكن تصوروا نفسكم، ممكن تقفوا قدام المرايه، ممكن كل الحاجات دي، ومع الوقت تحاولوا ان انتوا تشوفوا ايه الحاجات اللي احنا ممكن نحسنها في نفسنا ونبدا ان احنا نشتغل عليها. لانه انتوا مش هتعرفوا ده غير لما فعلا تقفوا قدام مرايه او تقفوا قدام كاميرا، وبعد كده تتفرجوا على نفسكم وتشوفوا انتوا عملتوا ازاي. في كمان تقنيه اسمها الميرورينج، وانه الناس بترتاح اكتر للناس اللي شبهها. فدي ببساطه انه لما حد يبقى بيكلمك تحاول ان انت كمان تبقى شبهه او بتعمل زيه، بس مش يعني في نفس الثانيه. يعني مش اول ما يربعوا ايديهم تربعوا ايديكم، مش اول ما يحط رجل على رجل تحط رجل، لا، تدوا للموضوع كده ثانيتين 3 5 10 على حسب الموقف، وبعد كده تحاولوا ان انتوا كمان تبقوا بتعملوا زيهم. لو هم هاديين اهدوا، قلدوا وضع جسمهم. بس لو حد يعني مربع ايديه، ما انصحش ان انتوا تعملوا كده. انصحكم ان انتوا دايما تفتحوا كتافكم، وغالبا هم اللي هياخدوا بالهم وهيقلدوكم. في حاجه كمان مهمه، ودي ناس كتير عارفاها بس الناس بتحب تتكلم عن نفسها. خلوا دايما الناس تتكلم عن نفسها، وحتى انتوا كمان هتلاحظوا ده في نفسكم. لما حد يجي ويقعد يسألكم حاجات كتير ويديكم المساحة ان انتوا تعبروا عن نفسكم وعن شخصيتكم، هتحسوا كده بعدها بإحساس حلو، إحساس حلو ومن غير مجهود، من غير حتى ما تعرفوا سببه. فمهم جدا ان انتوا تبقوا عارفين النقطة دي وتعملوها مع الناس التانية. انا بالنسبة لي مثلا لما بلاقي حد بيعمل معايا كده، بحب اروح عكس الموضوع، وبعد ما اديلهم الرد ابدا اسالهم هم اسئله واديهم المساحه دي، وفعلا بحس ان ده بيقربني من الناس بشكل اكبر بكتير. حاجه كمان بقى سهله جدا، وهي ان انتوا تستخدموا كلمات اليقين، اللي هو ان انتوا متاكدين. يعني لما حد يجي يقول لكم على حاجه ترد عليه تقول لهم مثلا طبعا، اكيد، انا متاكد، مظبوط. كلمة واحدة بس هتفرق كتير جدا من لو مثلا قلت لهم يمكن. هتلاقوا ان انتوا بتستفزوا اللي قدامكم، او مش بيحسوا ان انتوا ماشيين على نفس الخط. فدايما استخدموا الكلمات اللي تأكد للي قدامكم انه فعلا الكلام مظبوط وان انتوا متفقين معاهم. عشان نخلص بقى هلملكم كل اللي احنا قلناه ده ورا بعض كده في نقط قصيرة. من الاخر كده، من اول ما تقفلوا الفيديو ده انا عايزاكم تبدأوا ان انتوا تنفذوا الحاجات اللي هقولها دي. بطئوا كلامكم، بصوا في عين اللي قدامكم، سيبوا ثانيتين قبل الرد، استخدموا دايما اسم الشخص. لما حد يبقى بيكلمكم قولوا اسمه في الكلام، عشان ده بيبين ان انتوا مهتمين بيه هو شخصيا. افتحوا كتافكم، اسألوا دايما سؤال متابعة. لما حد يقول لكم على حاجة وروا له ان انتوا فعلا مهتمين وبتحاولوا ان انتوا تفهموا اكتر. ودايما طبعا مهم جدا وهي ان انتوا تبتسموا. في الاخر قبل ما نقفل الفيديو عايزه اقول لكم انه الكاريزما مش ان الناس تنبهر بيكم، الكاريزما ان الناس تثق فيكم وترتاح لكم. ومش محتاجين ان انتوا تغيروا شخصياتكم، كل اللي محتاجينه ان انتوا تزودوا حضوركم وهدوءكم واهتمامكم. سؤالي ليكم بقى، مين اكتر شخص في حياتكم شايفينه كاريزما وليه؟ ايه الصفات اللي فيهم بتحسسكم ان هم فعلا كده؟ واهم حاجه لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو ده مع اي حد شايفين ان هو هيفيده، وسيبولي رايكم في الكومنتات.